كده لو سمحت. 10. احنا ماشيين بقى في النهاية. ايه ب30. حلو والله. لما بص على السمك ده، الله تحفة. بس يا عمر ملوش غطا. جميل جميل. هو فين الخاتم فين ما لهاش غطا. احنا جبناها المرة اللي فاتت. شوفوا بقى يا حبايب قلبي، احنا هنا كده في المنشية، بجد جميلة جدا. بحب المنشية اوي انا هنا. بصوا بقى افرجكوا بقى عليها كده على الحاجات المعروضة. شوفوا بكام والله. بلاستيك يعني بس شكله جميل تحفة. شكله حلو قوي. الواحدة ب15. جميلة بصراحة، حلوة قوي قوي يعني. تدي كده منظر حلو صح. فستون جميلة هنا للعرايس بقى وبنات كده وفي برضه طرح هنا. هي حاجات حلوة بصراحة والله جميلة. حاجات هنا ب175 وحاجات ب100. بجد جميل. بص العبايات اللي فوق دي بجد تحفة. ده محل سميرة عنده حاجات رهيبة يعني. بس اللي فوق عاملة كام دي؟ 180. 180. هي غالية بس جميلة والله. والتحف الصغيرة بقى دي. بس انا والتحف الصغيرة دي بكلمك. التحف الصغيرة دي عاملة كام؟ دي بكام؟ الواحدة ب60 والاتنين ب100. الله. هو انا بصي اقول لك حاجة. بص يا نانا، بحب الورد قوي بصراحة يعني. جميل جدا جدا يعني. واللي هناك ده تبعك كده لما نبص فيه ايه؟ يعني ده 85 75 85 65. 85 65. بس يا قمر بصي ده ليه شغل. اي حاجه ما انا بقول لك جميل. في موديلات هي والله مكان العظيم ده تحفه. اي موديل اللي الشورت بتاعه. ايه بص بقى هروح بقى اركبك. هو مصمم اركب الملاهي. حاضر يا عمر حاضر. ناكل واروح اركبك الملاهي حبيب قلبي. ايه رايكم بقى جبنا الفسيخ ده كده؟ ايه رايكم بقى فيها؟ بجد فسيخ تحفه تحفه تحفه. تعالوا كلوا معانا بقى. ايه رايك فيها يا عمار؟ يلا تعالوا كلوا معانا. لا انا عارف اطلع الصورة كده اهو. ايه رأيك؟ بصوا بقى جبنا لها بقى ايه. انا طبعا ومصطفى وخالتها صابرين قلنا بقى يا عمر، قلنا بقى نجيبوا ايه جاتوه كده. اصبر يا عمر اصبر يا عمر اصبر يا عمر. ايه رأيكم بقى؟ جاتوه ايه لا يعلى عليه. بقى يا حبايب قلبي التورتيه القلب دي جميله قوي. بصوا بقى الباندا دي بجد حلوه قوي قوي. الف مبروك. وبصوا بقى الحاجه الساعه بتاعت ايام زمان بجد حلوه قوي والله العظيم. كنت بجيبها على طول اول ما بنجح. كانت امي وابويا الله يرحمه كان الاتنين بيجيبوهم لي يعني. ربنا يديها امي الصحه يا رب ويخليها لنا كده. كانت بتجيبها لنا على طول هي وابويا. المهم بقى ايه رايكم بقى في الفيديو الجميل ده؟ اعملوا لنا لايك ما تنسوش. والف مبروك يا حبيبه.
ايه فرحانه؟ ايوه طبعا. انا كنت في اولى ثانوي، كنت بتمنى ان هي اعدي منها على خير، والحمد لله يعني. وطبعا شكرا لخالته وماما طبعا، والفضل كله يرجع لماما. هي طيب، هي برضو اللي بتديني دروس وبتعلمني، فألف شكر ليها. شكر لله. ربنا يا رب ينجحك ويوفقك كده باذن الله. شكرا لخالاتي وتيتا وماما اللي هما بيفرحوني على طول ومعايا في كل وقت. ربنا يا رب يخليكوا لينا يا حبيبه انت واخواتك، واحنا بنحبك والله زي عيالنا بالظبط. ولوجي يا جماعه مكسوفه خالص ومش هتطلع، مش عارفه ليه. فالمهم انا بقول لها برضو الف مبروك يا لوجي. احنا جايبين الكلام ده عشان لوجي كمان، عشان لوجي ما تفتكرش احنا جبنا حبيبه وهي لا. طبعا هما الاتنين واحد عندنا، وهما الاتنين عيالنا. وعقبال عيالكم يا رب، وربنا يفرحكم بعيالكم يا رب. واخيرا عايزه اقول حاجه لعيالي بقى التانيين الصغيرين، ملوكة ولولو. الف 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 مبروك يا ملك انت وولاء، بجد والله العظيم فرحت لكم. انتوا عارفين بحبكم قد عيالي قد ايه، وزي ما تكونوا عيالي بالظبط. وطبعا مش ناسياكم، هديتكم هتوصل باذن الله. بس انتوا بقى تنقوها بقى من عندكم، انا هبعت بقى وانتوا تنقوا، عشان انتوا عارفين بقى المشوار طويل.